ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم قصه جديده جدا وروايه جديده جدا باسم عالم موازي. في بدايه كل شيء لازم نقابل صعوبات وضغوطات ومشاكل كتيره جدا جدا، لكن انا ما كنتش كده. كنتش بقابل اي حاجه من دول خالص، بالعكس انا مريت بكل سهوله بدون ادنى مشكله، لان انا بقيت منهم او كنت من الاول منهم. انا حسن، طالب في هندسه جامعه القاهره، ودي اول سنه ليا في الحياه الجامعيه. يعني طالب جديد وما يعرفش حاجه في الدنيا وحياته لسه بتبتدي، فاكيد ما يفهمش اي حاجه في اي حاجه وعايش حياته كده. دي اول سنه ليا في الحياه الجامعيه. في اول الموضوع انا كنت طالب متميز جدا جدا في دراستي الثانويه، يمكن كنت لاعب شويه، بس في الاخر جبت مجموع حلو في الثانويه وجاب مجموع هندسه والحمد لله ربنا كرمني. لكن حصل لي كذا موقف كده خلاني منزلش دروس ولا افكر في حكايه ان انا اكمل تعليمي في بدايه الامر، بسبب ان اخويا الكبير حصل له حادثه كبيره جدا جدا البلد كلها اتكلمت عنها. والدي ما كانش يعرف اي حاجه في بدايه الموضوع، لكن بعد كده قرر ان هو يجيب الطب الشرعي بعد دفنة اخويا ب40 يوم والجثه كانت اتحللت. قرر يجيب الطب الشرعي علشان يشوف ايه سبب الوفاه، رغم اخويا كان مسافر فابويا لازم اتاكد بنفسي. بعد ما ابويا عمل الطب الشرعي وعرف سبب وفاه اخويا الكبير، اختي الصغيره كانت طالعه رحله تبع الحضانه اللي هي فيها، وبعد ما طلعت الرحله دي في نفس اليوم بساعتين جالنا خبر وفاه اختي. ازاي؟ ما نعرفش. طبعا ابويا عمل نفس الموضوع ورحنا كلنا كاهل نشوف حاله الوفاه ونشوف اختي ماتت ازاي. بعد حالة صدمة كبيرة وذهول كبير في البيت وفي المنطقة كلها، وكمان احنا قرية صغيرة في مدينة بني سويف، فالموضوع كان عامل قلق جامد جدا ان ازاي الابن الكبير مات والاخت الصغيرة اللي هي اختي ماتت والاتنين في نفس الاسبوع. طبعا بعد كل ده جبت انا نتيجة الثانوية العامة وخلاص التنسيق نزل ورايح اقدم على الاوراق بتاعت التنسيق وشوف النتيجة بتاعتي بقى توديني في أي كلية وكده. يوم ما انا كنت رايح اعمل النتيجة، اختي الكبيرة اللي راحت تتجوزها بعد اسبوع كانت بتجهز الفستان بتاع الفرح بتاعها، وكانت خلاص بقى بنت مبسوطة وبنت داخلة على فرح وكده وفرحة وجواز ومسؤولية وكل ده. راح اجيب الفستان بتاع الفرح قبل فرحها ب4 ايام ماتت في حالة غامضة. كل الناس مستغربة، ايه الراجل اللي بناته ماتت وعياله ماتت؟ والغريب في الموضوع والأغرب في كل حاجة إن نفس حالة الوفاة بتاعت الابن الكبير والبنت الصغيرة والبنت الكبيرة هي نفس المشكلة ونفس سبب الوفاة واللي الطب الشرعي أكدوا لينا هو. والغريب الأكبر إن أي حالة وفاة منهم هما التلاتة كانت بعيد عن بلدنا. يعني أخويا الكبير كان رايح شغله في مصر، واختي الصغيرة كانت طالعة رحلة بعيد عن البلد بتاعتنا، واختي الكبيرة كانت طالعة تجيب الفستان بتاع فرحها من بلد جنبنا مش في بلدنا، وسبب الوفاة واحد. رغم ان اختي الصغيرة كانت بتعاني من مشاكل دماغية، لكن الطبيب الشرعي قال ان هي ماتت بسبب عملية ذبح. طبعا طفلة صغيرة 10 سنين تتذبح ازاي وليه؟ ملاش اعداء، ملاش اي حد. طب ايه سبب الذبح؟ محدش يعرف. طب مين اللي ذبحها؟ محدش يعرف. اخويا الكبير برضو مات نفس الطريقة، مات بعملية ذبح. طبعا ما نعرفش مين اللي ذبحه، ما نعرفش ايه السبب، ما نعرفش اي حاجة، والتساؤلات كتير في العيلة وفرحتنا بكل حاجة باظت، محدش عارف حاجة. اختي الكبيرة برضو ذبحت في التاكسي اللي هي كانت رايحة تجيب فيه الفستان بتاع فرحها. السواق اتقبض عليه واتمسك واتحكم عليه احكام كتير واعترافات وكهرباء عشان نعترف مين اللي عمل فيها كده، لكن السواق حلف وتأكدنا من كلامه ان فعلا هو ما عملش حاجة. هي نزلت تجيب الفستان من الكوافيرة، وبعد التساؤلات من الكوافيرة رجعنا الكاميرات شفنا طريقة ذبح اختي، بس ما كانش في حد ظاهر في عملية الذبح. اختي واقفة قدام الكاميرا عادي
ولقيناها اتذبحت. مين اللي ذبحها؟ السكينة جت منين؟ ازاي؟ متخفي، حتى مفيش حد مسكها عشان يذبحها. المهم بعد ما النتيجة بانت وموضوع التنسيق عدى والرغبات وكل حاجة والدي كان خايف يوديني القاهرة لما جات لي هندسة القاهرة، فكان مصمم ان انا اقعد في بني سويف واشوف اي كلية حتى لو مش هندسة يعني، فاي كلية جنبه، لانه خايف يحصل لي نفس ما حصل لاخواتي واموت بنفس الطريقة وكده. لكن طبعا انا كنت مقدر ظروفه، بس ما كنتش عايز اوقف حلمي عن ان اكمل. طبعا والدي حب يظهر ليا بعد فترة من الوقت ان هو مش خايف وان هو عايز يخليني بقى مطمن واكمل حلمي وكده واروح مكان ما احبه والكلام ده كله، لكن كل ده كان من ورا قلبه وانا حاسس بيه. فاقنعني وقال لي خلاص يا ابني كمل طريقك كلها بايد ربنا ومفيش حاجه هتحصل، وروح كليتك في جامعه القاهره براحتك وعادي. طبعا كطالب صعيدي وما يعرفش حاجه في القاهره وما يعرفش حاجه في اي حته في المدن الحضريه، ومش بقلل من الصعايده ولا بقلل من الكلام ده كله، لكن فعلا انا ما كنتش اعرف حاجه في اي حاجه. والدي راح معايا قدم لي الورق وعملنا الاستمارات وكل حاجة تبع الجامعة وخلاص مفضلش غير ان انا بقى اشوف سكن اسكن فيه الفترة دي كلها فترة الدراسة، لان هي كانت طول الاسبوع فما كانش ينفع انزل وارجع وانزل وارجع، تبقى تعب ليا وتكاليف على الفاضي، احنا برضه من اسرة ضيقة الحال يعني. فوالدي قاعد ادور على سكن جامعي عشان اقيم فيه مدة الدراسة، وبعد يومين من اللف والبياد بفنادق لقيت فعلا سكن جامعي. الأوضة اللي أنا كنت هسكن فيها دي كانت أوضة غريبة أوي غير باقي الأوض. عرفت ساعتها بقى إن أهل القاهرة مش بيحبوا أهل الصعيد ولا بيهتموا بيهم وبيعتبروهم ناس مش كويسة وناس يعني بتوع قتل وزي ما بشوف في الأفلام والليلة دي كلها يعني كلام فاضي. المهم مهتمتش بالموضوع خالص، وشوفنا الأوضة ودفعنا إيجار الأوضة وهاخدها طول السنة وانزل اجازات اللي ينزل الخميس بالليل واطلع السبت الصبح على الكلية من بلدي. طبعا والدي ظبط معايا الأوضة وروقها ورصصنا الهدوم وعملنا الكتب بتاعتي وكل حاجة تمام والسرير فرشناه وللطالب مغترب يعني. ووالدي بات معايا لحد الفجر، ولما الفجر أذن قمنا صلينا الفجر في الأوضة وسلم عليا وقال لي كام نصيحة كده، كانت من ضمنهم: أنا غصب عني يا ابني نسيبك لأول مرة بعيد عننا، بس أنا مش عايز أقف قدام حلمك وطموحك، لكن ابعد عن شباب الجامعة اللي أخلاقهم مش كويسة وصاحب اللي زيك، وحاول تنام بدري بلاش سهر علشان تكون دايما مركز وفايق لنفسك ولدراستك. أحب أشوفك دايما متفوق، أحب أشوفك دايما في المراكز الأولى، وخلي بالك على نفسك وما تصاحبش طالب سوء ولا صاحب سوء. طبعا والدي سافر وأنا تاني يوم دخلت الجامعة. طبعا كان لسه طالب جديد بقى ووسط شباب وكده، معرفش حد ولا صحاب ولا متصاحب على حد. قابلت كمية تريقة كبيرة جدا جدا على شكلي وعلى لبسي وعلى مظهري وتنمر، تعبت نفسيا وما كنتش هكمل دراسة وكنت هقعد في أول أسبوع خالص، وحبيتش أروح الجامعة. قعدت في السكن وكنت بفكر أنقل أي كلية تانية خالص. لكن تاني أسبوع بدأت بقى أركز في دراستي وما أشغلش نفسي بأي كلام من أي حد. وبعدين كده بقيت اتصاحب على كام واحد كده قليل يعني في سبيل الدراسة، سبيل الكورسات، سبيل أي حاجة يعني، عشان أبقى مش لوحدي برضه يعني، أي ظهر اتسند عليه في غربة. لكن من تالت أسبوع لقيت شاب اسمه أحمد، وده أكبر مني يعني ممكن بسنة أو بسنتين، لأن هو عايد السنة لكن معانا في أول سنة. اتعرف عليا وقال لي إن هو بيدور على سكن ومش لاقي سكن، هو كده من القاهرة بس سايب بيت أهله ومش لاقي حتة يقعد فيها، وطبعا مش عايز يروح يتقل على ناس تانية غريبة. فشفنا ان انا قاعد لوحدي في سكن في اوضه لوحدي ومش من هنا برضو، فقال برضو يتصاحب عليا وكده هو عارف اماكن هنا فيساعدني يعني وكده. المهم بدون تردد انا وافقت وقلت له ماشي موافق تسكن معايا وكل حاجه تمام. لكن جالي احساس ساعتها ان ده قرار غلط وان انا هندم على القرار ده، بس مش مهم. يبقى ليا صاحب ومؤنس في السكن معايا وبعد شوية أول ليلة عدت علينا بسلام. لكن أحمد حسيت فيه حاجة غريبة جدا. أحمد كان غريب، مش بيتكلم ولا كان بياكل ولا كان بيشرب ولا كان بيعمل أي حاجة، على طول كان نايم على السرير طول اليوم من ساعة ما جينا السكن.
كنت كل ما أكلمه في أي كلمة أو أي موضوع يقعد يضحك ويسكت تاني. أسأله على أي حاجة هنا في القاهرة، في الجيزة، مناطق أثرية، الحسين، الحتت دي، كان برضو يضحك ويسكت. الحقيقة فكرت إن أنا أمشيه من الأوضة بتاعتي، لكن رجعت في كلامي لما لقيته بدأ يحكي عن حكاية غريبة جدا جدا. أحمد بيقول إن هو من سنة كان في مكان جنب الكلية كده حصل فيه بلاوي كتير جدا وحالات قتل وحالات سرقة. من كلامه حبيت أروح المكان ده أوي أوي، لأن أنا كنت مهتم بالحاجات اللي زي دي. كناس في الشعيب بقى، حروب بقى بين الأهل، هي مش حروب، هي خناقات، بس أنا بالنسبة لي كطفل صغير كنت فاكرها حرب. فقلت له أنا هطلب منك طلب. قال لي اطلب. قلت له أنا عايز أروح هناك المكان ده لأن أنا بحب الحاجات دي أوي. رد عليا بطريقة وقال لي يا ابني تروح فين؟ انت كده كده اصلا بتنزل اجازتك خميس وتيجي يوم السبت عشان الدراسة، وطول الاسبوع علينا امتحانات في الكلية، ومفيش وقت يعني ان احنا ننزل يعني المكان زي دوت، وبلاش داعي للخطر، والخطر بروحنا ليه، وعادي يعني مش مهم. انا بحكي لك كده كده كونس يعني في السكن، وبما ان مفيش حاجة نتكلم فيها وكده فعادي يعني انا بحكي لك وخلاص. طبعا رديت عليه وقلت له يا عم سهلة، ما فيهاش اي حاجة. اكلم اهلي واقول لهم ان مش جاي الاجازه دي لان عندي ضغط امتحانات وعندي شيتات وعندي كويزات وحاجات كتير كده جدا جدا يعني، فمش هعرف اجي الاجازه دي، وهنزل لكم الاجازه الجايه اعوضها لكم يعني ان شاء الله، والايام جايه كتير. طبعا احمد بدون اي سابق انذار بص لي كده بصة سكوت. الحقيقه قلقني، قلقت من البصه بتاعته. احمد غريب، يعني اول ما يكلمني في موضوع زي ده، واول ما ياخد رايي في حاجه يتبسط بالطريقه دي، غريبه. رد عليا وقال لي كده تمام قوي، الخميس الساعة 11 بالليل هننزل في الخباسة، وكده كده المشرف بتاع السكن بيسيب الباب مفتوح علشان الناس اللي بتسافر وترجع واللي تخرج واللي تروح وتيجي بس هو متعود ان الناس اللي بتسافر بتمشي قبل 11، وبعد 11 متعود ان مفيش حد اصلا بيخرج من السكن، فلو احنا نزلنا بشنط فهيفكر ان احنا مسافرين ويقفل الباب، لكن لو احنا نزلنا من غير شنط هيشك ان احنا رايحين في حتة بعد الساعة 11 بالليل، وممكن يبلغ إدارة الكلية إن في شباب هنا خارجة عن السيطرة وكلام فاضي كده ملوش لازمة. أحمد قاعد يتكلم فيه بس في الآخر اقتنعت بكلامه، وقلت له خلاص احنا ننزل نتسحب ومفيش أي حاجة، ونروح المكان ده الساعة 11 بالليل زي ما احنا اتفقنا. بقيت طبعا مستني اليوم ده بفارغ الصبر، وفعلا جه يوم الخميس وبقيت مبسوط جدا طول اليوم في الكلية، ومش مهتم بقى بالمذاكرة اليوم دوت، ولا مهتم بالامتحانات، ولا مهتم بأي حاجة. نزلنا يوم الخميس بالليل الساعة 10:30 نتسحب على السلم، لقينا المشرف صاحي، مرضناش نتسحب من قدامه، قلنا نرجع تاني وننزل 11 في ميعادنا. جت الساعة 11 نزلنا فعلا بكل هدوء، كان المشرف في الأوضة بتاعته جوه بينام أو حاجة زي كده، مخدناش بالنا. اتمشينا في شوارع القاهرة جنب الجامعة كده، والدنيا كانت ضلمة جدا وكان الجو شتاء، وكنا يعني في حالة رعب كده من الجو، مش رعب لا رعب من الجو. فعدى ربع ساعة واحنا في الشارع وانا جوايا احساس مش طبيعي ابدا، احساس خوف ان رايح مكان معرفوش، وان اكتر من الاحساس ده هو اني مكسر كلام اهلي وكاذب عليهم وقايل لهم ان انا عليا امتحانات وضغوطات وشتات ومش عارف انزل بسببها. وكان بيدور في بالي على طول يا ترى لو حصل لي حاجة زي اخواتي التلاتة، هل اهلي نفسيتهم هتبقى كويسة؟ هيبقوا مرتاحين؟ اكيد لا، واكيد انا هبقى السبب في كل ده، بس مش هعرف الوم نفسي، بل هبقى سببت لاهلي مشكلة كبيرة جدا ملهاش حل، ان ولادهم الاربعة ماتوا بنفس الطريقة. وده الخوف ان انا اموت بنفس طريقة الذبح، لان غريبة اخواتي الكبار واختي الصغيرة ماتوا بذبح عن طريق حد مجهول، حد ما نعرفوش، فلو انا كمان مت بنفس الطريقة اكيد يعني التساؤلات هتزيد والشكوك هتزيد، والمخابرات بقى والحكومة، وتفكير فضل معايا طول اليوم وانا في اي حتة رايح جاي، لحد ما وصلنا لمكان كده قبل الشارع اللي احنا رايحين فيه البيت اللي احمد بيحكي عنه ده.
طبعا اتكلمنا شوية وأحمد كان عمال يضحك. كل ما أكلمه ما بيدينيش أي عقد نافع لأي حاجة أقولها له أبدا. فقلت له بكل صراحة يعني كده: الله صحيح يا أحمد، أنت ليه مش بتنزل الجامعة معانا؟ يعني ما بشوفكش في الجامعة كده على طول، ببقى نازل أنا الجامعة واسيبك نايم في السكن، بصحيك تقول لي لا مش هعرف انزل النهارده وكده، مش بترضى تنزل ليه؟ يعني في ايه الغريب في كده؟ امال انت مقدم في الجامعه ليه؟ عشان تيجي تنام في السكن؟ وضحكت. احمد راح جاي بصصت بضحك وقال لي: لا لا لا، اصل انا محدش بيحبني في الجامعه دي خالص، وانا اصلا مش بحب ادخل الجامعه دي لاني مش موجود اصلا. طبعا استغربت، قلت له: مش موجود؟ مش موجود ازاي يعني؟ انت بتقول ايه؟ ما انت موجود اهو قدامي يا عم، انت يعني انت ازاي مش موجود؟ انت بتقول، انت متاكد من كلامك ده؟ انت غريب يا احمد والله. وانت جاي ضاحك. احمد بص له وضحك وقال لي: حيلك 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 يا عم، انا بهزر معاك، انا بس مش بحب التجمعات وماليش في شغل الدراسه، وزي ما انت عارف انا عايز السنه وكده يعني، فالموضوع مش فارق معايا، كده كده هخش فاينل وانجح على طول والموضوع هيبقى بسيط يعني، ولما نجحتش يا عم اهو معاك في السكن وخلاص. المهم بصيت بخوف وبدأت أداري الكلام ده كله، وبدأت أداري الشعور بتاعي بالقلق، بس قلت أكمل الطريق ولما أرجع أخليه يمشي من السكن على طول، لأن أنا لحد دلوقتي مش مطمن لأحمد، رغم إن هو تصرفاته يعني شوية تقولك تصرفاته كويسة، شوية تصرفاته غريبة، بس يا عالم محدش عارف، يمكن يكون ظلمه في حاجة ولا حاجة. وصلنا المكان أخيرا بعد نص ساعة مشي في الشوارع، والشوارع كانت ضلمة وإحساس مرعب، مع مواقف مرعبة وتفكيرات مرعبة وكل حاجة مرعبة، لأني أول مرة أعمل حاجة زي دي. طبعا وصلنا عند بيت كده كبير، يعني ممكن يكون قصر كبير، يعني شبه مهجور، مفيش حد يكون ساكن فيه، مستحيل أصلا يكون في حد ساكن فيه، يعني مفيش حياة فيه. لكن استغربت بعد ما وصلنا عند باب المكان بالظبط، لقيت أحمد رايح يقابل ناس عند المكان ويسلم عليهم، ودخل معاهم وسابني أنا واقف بره. فضلت واقف مستني أحمد. راح فين؟ المكان ضلمة جدا، القصر شبه مهجور أو يكاد يكون مهجور. إزاي أحمد دخل؟ وإزاي الناس دي جت هنا؟ وإزاي هو أصلا بيقول إن هو معندوش صحاب ومحدش بيحبه وهو مبيحبش التجمعات؟ طب إزاي الناس دي حبها؟ طب لما الناس دي حبها ليه ما قعدش معاهم هنا في القصر ده وجي قعد معايا أنا بالذات؟ المهم شوية أحمد خرج وقال لي: أنت يا ابني أنت واقف لكل ده عندك؟ ما تخش، ما تخافش، صحابي كلهم هنا، تعالى تعالى بس ادخل ما تخافش. رديت عليه قلت له: أنت إزاي عندك صحاب كده؟ أنت مش قلت ليا إنك مالكش حد خالص ومحدش بيحبك؟ قال لي: يا عم تعالى بس ادخل، ادخل بس تعالى ما تخافش، هتتعرف عليهم، دول ناس كويسين جدا وناس يتحبوا، وما تخافش يعني احنا هنقضي معاهم اليوم وبعد كده هنمشي وخلاص، يعني مش عايز تيجي المكان تاني ما تجيش، بس شوية وهنبقى نتفرج بقى على بقية الأماكن وكده واعتبرها فسحة يا عم، يوم أجازتك وكده. دخلت المكان وأنا بتمشى في المكان اللي شبه المهجور ده، لقيت أكل كتير وعصاير كتير وهيصة كده وبتاع 10-15 شاب ولبسهم غريب وحياتهم غريبة يعني متوقعتش إن الناس دي تكون عايشة هنا. بس الغريب بقى إن القصر من جوه كان غير بره تماما. القصر كان من جوه نضيف، كان يعني منور وكل حاجة فيه طبيعية جدا تدل إن هو مش مهجور خالص، لكن من بره القصر شبه مهجور أو مهجور يعني. لو أي إنسان طبيعي معدي من بره القصر هيحس إن القصر ده مفيهوش حياة خالص. لكن إزاي دول هنا؟ إزاي دول عايشين هنا؟ أنا معرفش، ممكن نطوا من سور القصر واستولوا على القصر وسكنوا، معرفش. المهم قضينا الليل كله هناك، ومع مرور الوقت بدأت أحس بإحساس غريب كده طول اليوم، يعني عمال أحس بأحاسيس غريبة، بس الأكتر الإحساس اللي حسيته وأنا قاعد معاهم. الناس دي قاعدة كده ليه؟ يعني هما يعني أصحابه ليه؟ يعني الناس دي يعني هو اختار يقعد معايا، أنا ليه مش معاهم يعني؟ لا لا، أنا لازم أمشي، أنا لازم أمشي المكان ده، لأن أنا مش مطمن أبدا للناس اللي أنا قاعد معاهم دي، بضحكهم بهزارهم بشعرهم بشكلهم، مش بتنمر على حد، بس فعلا الإحساس اللي جاي من ناحيتهم إحساس ما يطمنش. قمت وقلت بصوت عالي: أنا عايز أمشي.
انا جاي لي نوم وورايا الجمعه بكره صلاه الجمعه ولازم امشي بقى وكده، كفايه السهره وبكره نبقى نكمل سهرتنا في نفس الوقت براحتكم او بدري عادي، بس الطريق طويل وممكن اتوه. يعني لو حد يوم يجي معايا يا احمد مثلا، لو مش عايز تيجي براحتك انا كده لازم اعتمد على نفسي، علشان لو حبيت اخرج في اي وقت في ايام الجامعه اروح واجي براحتي يعني عادي. رد عليا واحد منهم وقال: مادام انت دخلت هنا يبقى مش هتعرف تخرج مهما عملت غير لما تبقى واحد مننا. وواحد مننا دي انا سمعتها من هنا، واحساس رعشة جالي كده من هنا. بقيت مصدوم. قلت له: منكم ازاي يعني؟ انا مش فاهم يعني ايه منكم؟ يعني انتوا يعني ابقى صاحبكم وكده ماشي قشطه انا صاحبكم، بس انت ده قصدك صح؟ راح جاي احمد واقف بزعيق وقال لي بصوت عالي جدا، صوت سبب لي رعشة اعصاب، ويعني ما بقتش مستحمل قوة صوته. قال لي: مفيش تفاصيل كتير هتتقال، انت هتوافق انك تبقى مننا وانت ساكت، ولو ما وافقتش على انك تبقى مننا هتموت. احمد قال الكلمة دي وراح متحول لمسخ شيطاني كبير جدا بقرون كبيرة جدا. استغربت من شكله، من كتر صدمتي فقدت الوعي تماما. عدت فترة معرفش قد ايه، فقت من الصدمة ومن الوعي. ما كنتش اعرف انا عديت فترة قد ايه ووقت قد ايه في الغماء دوت، ومعرفش حاجة خالص وناسي تقريبا نص اللي حصل. لكن كان في شوية تشاش من التفكير في دماغي في الفترة انا كنت مغمى عليا فيها دي، يعني تصورات زي حلم زي كابوس حاجة زي كده. بعد ما فقت ببص، قلت ايه ده؟ انا فين؟ انا رجعت السكن؟ ازاي انا رجعت السكن؟ انا كنت في مكان ولسه بتكلم ببص على النتيجة اللي متعلقة على الحيطة، لقيت التاريخ متغير. وقلت: ايه التاريخ ده؟ ماله ده؟ ايه ده؟ ازاي فات سنة؟ اللي حصل ده يعني انا خرجت من السكن ورحت مع احمد مشوار وفات سنة ازاي؟ طب اهلي؟ جريت من السكن على الشارع بره، الناس كلها شكلها غريب، لبسهم غريب، كلهم غريب. انا حاسس ان انا في حتة تانية خالص خالص. مسكت التليفون بتاعي ورنيت على اهلي اكتر من 4 أو 5 مرات، محدش فيهم رد عليا. لكن بعد محاولات كتيرة لقيت رد. قلت: الو. رد عليا صوت، بس كان صوت غريب، مش صوت حد من اهلي ابدا. من غير تردد ومن غير ما ينطق اي كلمة خالص قلت له: انا حسن. انت مين؟ قال لي: حسن مين؟ قلت له: انا حسن ابن الحاج محمد. انت مين؟ قال لي: حسن ابن الحاج محمد. ازاي؟ انت متأكد ان انت حسن ابن الحاج محمد؟ قلت له: ايوه يا عم الحاج. انت مين؟ طب فين بابا؟ فين ماما؟ فين اي حد؟ قال لي: يا ابني احنا عرفنا ان حسن مات من سنة، وكمان دفناه وحضرنا الدفنة بتاعته وطلعوا قرار دفن كل الكلام ده. قلت له: مات ازاي؟ انا عايش يا عم. يا عم انا متش، انت بتقول يا عم؟ انت اديني بابا يا عم. يا عم انا عايش، انت بتخوفني على نفسي ليه؟ لقيت الصوت مرة واحدة قفل وسكت. عرفت ان المكالمة اتقفلت في وشي. ممكن يكون فكرني نصاب او كذاب او حد بيشتغل وكده. لحد دلوقتي انا مش مصدق اللي حصل. رجعت السكن بتاعي، لقيت هناك حد كنت متوقع ان انا لقيته بهيئته الشيطانية، القرون الكبيرة، جسمه اللي كله احمر في احمر وبينزل دم. احمد. لكن ساعتها اتكلم وقال لي بصوته التخين وصوته الغليظ المرعب اللي كل ما يتكلم يسبب لي تعب ورعشة في قلبي. قال لي: انت دلوقتي بقيت مننا، نسختك الحية بتكمل حياتها في وقتها، لكن بعد سنة من دلوقتي هتبقى ميت. لكن انت دلوقتي في عالمك الموازي، لكن في عالمك البشري الطبيعي انت مت. سمعت كلام احمد من هنا ومبقتش مستوعب هو بيقول ايه. بقيت احاول اهرب منه بكل صعوبة شديدة بعد مطاردات كتير وتعاور في جسمي وخربشات وبقيت اجري في الشارع زي المجنون وسط هروب وسط ذهول الناس الغريبة اللي انا اصلا مش عارف دول جم هنا ازاي، بشكلهم ده، بلبسهم ده، بحياتهم دي. حتى مفيش عربيات في الشارع خالص. وانا بجري
خبطت في شابة، في بنت صغيرة يعني، من شكلها حسيت ان انا عارفها. ايوه هي دي اختي الكبيرة. بس ازاي اختي الكبيرة ده ماتت من زمان، ازاي؟ ندهت عليها، بصيت لي كده بصيت استغراب لما شافتني. فضلت تقول لي انت مين؟ انت انت هنا ازاي؟ انت جيت هنا ازاي؟ قلت لها انا حسن اخوكي. انت ايه ده؟ انت يعني انت بنت مش ميتة؟ انت مت من كذا سنين كتير، انت ازاي هنا؟ انت بتعملي ايه واحنا فين وكده؟ قالت لي هو اللي جه هناك ده بيجري وراك؟ قلت لها اه. قالت لي طب تعالى. جرينا سوا لحد بيت كده هي قاعدة فيه، وطبعا بيت كبير وقديم برضو مهجور، نفس البيت اللي انا دخلته قبل كده اللي هو القصر، بس بهيئة تانية يعني هيئة غريبة شوية. لقيت هناك وزي ما توقعت وأنا في الطريق الشخصيات اللي أنا كنت متوقع إن أنا أشوفها، مش الناس ومش أحمد ومش كل ده. لقيت أخويا الكبير وأختي الصغيرة. بقيت فرحان جدا وطاير من الفرحة اللي أنا شفت أخواتي بعد سنين كتير بس هما ميتين، وفي نفس الوقت كنت خايف. حكيت ليهم اللي حصل، كل حاجة حصلت لي ومن ساعة ما هما ماتوا، وكأني بحكي لهم في عالم طبيعي جدا، عالم مفهوش أي حاجة خالص. بس هما قالوا لي في صوت واحد احنا لازم نرجع العالم بتاعنا من تاني، بس للأسف احنا متنا هناك. قلت لهم انتوا ليه وقفتوا الكلام؟ يعني ليه قلتوا لازم نرجع العالم بتاعنا وسكتوا ورجعتوا قلتوا من تاني بس للأسف احنا متنا هناك؟ انتوا تقصدوا ايه؟ قالوا ما نقصدش حاجة بس يعني. وهم بيقولوا بس يعني، وفي وسط كلامنا اتكسر علينا باب البيت ده ودخل ناس غريبة جدا بأجسام غريبة جدا. بصيت لهم وانا مستخبي وراهم كده. ايوه هم دول اللي كنت معاهم اخر مرة. ايوه ده احمد ده. ايوه احمد ده. اختي راحت جايه غمزالي وانا مستخبي وراه وشدتني خلتني اطلع جنبها. بصيت باستغراب لما لقيت اخواتي كلهم موطين قدامهم راسهم ويبصوا للكلام بتاعهم ويسمعوا وبياخدوا الأوامر بتاعتهم بكل اهتمام وإنصات، كأن دول حكام وإخواتي العبيد. ما كنتش فاهم أي حاجة، كنت مستغرب طول الوقت، مستغرب وإحساس جوايا رعب ومظهر شياطين قدامي، وأحمد واقف بنفس هيئته الشيطانية بقرونه بكل حاجة بنفس الوصف بتاعه. فلقيتهم بيتكلموا بكلام مش مفهوم. كنت عايز استفسر عن الكلام ده لكن اختي منعتني بالغمزات والنظرات بتاعتها ان انا ما استفسرش عن اي حاجه لحد ما هم سمعت كلام منهم بس اللي مفهوم. قالوا ان احنا نرجع العالم بتاعنا الطبيعي لكن بشروط. اول شرط ان احنا نقتل اهلنا كلهم ونجيبهم معانا العالم الموازي بتاعنا ده. تاني شرط اننا لازم نموت بعض في العالم ده الاول علشان نرجع للعالم الطبيعي، ونموت أهلنا هناك علشان أهلنا يرجعوا للعالم الموازي ده، وبعد كل ده نرجع بني آدمين طبيعيين للأبد. بس إزاي؟ ما لو إحنا موتنا بعض هنا كده واحد بس اللي هيفضل محبوس هنا مش هيرجع. طب إيه الحل؟ طب هل دي شروط علشان نرجع بني آدمين طبيعيين؟ طب ده إحنا لو عملنا كده واحد بس اللي هيعيش، يبقى واحد بس اللي هيرجع العالم الطبيعي. إيه الحل؟ عرفت بعد شوية من اخواتي ان علشان نرجع كلنا للعالم الطبيعي ان لو حد من الناس دي مات بدلنا ممكن كلنا نرجع بكل سهولة. بدأت بعد ما خدت الكلام اللي مش مفهوم خالص دوت ودماغي بقت متشتتة يمين وشمال ومش عارف افكر في اي حاجة خالص، بس يعني قعدت في اوضة وحاولت اجمع افكاري واجمع كلماتي وبفكر يعني. سمعت صوت فزعني. اختي الصغيرة، ايوه ده صوتها، بتصرخ بره صرخة جامدة جدا جدا جدا. جريت عليهم بكل خوف وكل رعب وكل رهبة. لقيت اخويا الكبير بيقتلها. ايوه بيقتلها. انت بتنفذ الكلام اللي هم قالوا لك عليه ولا ايه؟ بص لي كده وقال لي خليك انت لوحدك، مالكش دعوة باللي احنا بنعمله. رحت جاي ماسك ايده وزقتها بكل قوة مني لكن لقيت ايدي عدت من جوه جسمه. جريت على اختي الصغيرة ومسكتها وحضنتها وقلت له ابعد عنها، بلاش تقتلها، بلاش تسمع كلامهم، انا عندي حل لكل ده، انا عارف هنتخلص من الناس دي ازاي ونرجع طبيعيين زي ما كنا ونرجع للعالم بتاعنا. انتوا ما متوش، الناس دي ضحك عليكم، دول شياطين.
انتوا ازاي جيتوا هنا وانا ازاي جيت هنا؟ انا عندي الحل، اقعد بس واهدى كده واسمع كلامي يا اخويا، وانا هوصلك لاسلم حل لينا كلنا ونبقى عايشين. اخويا بص لي كده وما سمعش كلامي وقال لي خلاص يبقى انت حكمت على نفسك بالموت الابدي. اتفاجئت لما لقيت ان ده ما بقاش اخويا مرة واحدة، وده بقى واحد منهم. ايوه، واحد من الناس اللي كنت قاعد معاهم، شكله اتغير تماما لواحد منهم. عرفت ساعتها واتأكدت ان ده كان اختبار، واننا كنا متراقبين كلنا علشان لو حد فينا فكر في حل او حد فينا فكر ان هو يهرب من الحوار ده. لكن اتضح ان مستحيل حد اصلا يفكر يهرب الا كل دوت وهو متراقب. طبعا مسكني بكل قوته وفضل يشدني على الارض، وبقيت مش عارف اتحكم في نفسي ومش عارف اخرج من ايده، وبقيت خايف وعمال اصوت واقول الحقوني الحقوني، واخواتي واقفين قدامي بيتفرجوا ومحدش فيهم فكر يجي يلحقني. خدني المكان ضلمه، دخلني جواه. المكان ده عامل زي اوضه من بره، لكن هو في الحقيقه مش اوضه تماما. المكان ده بيت كبير عامل زي طرقه، لكن هو عالي. من كتر الضلمه اللي انا كنت فيها جوه انا ما كنتش شايف حاجه تماما. لكن هو قال لي جمله واحده بس: المكان ده مليان وحوش بشريه، وعلشان تصلح غلطتك ونغفر لك غلطتك ونرجعك تعيش تاني في العالم الموازي بتاعنا لازم تخرج عايش من الأوضة دي. ومقدمكش غير حل واحد عشان تخرج عايش من الأوضة دي، وهي إنك تقضي على كل الوحوش البشرية دي وتخرج من الأوضة دي سليم. قفل الباب وراه بكل قوة وخرج من الأوضة. ضلمة تامة، الأوضة مظلمة، مش شايف حد. كل اللي أنا سمعه أصوات حواليا مرعبة جدا من بعيد لبعيد. أصوات فضلت تقرب وأصوات فضلت تبعد، وأنا مش شايف حاجة تماما. بقيت كل شوية صوت يعدي من جنبي مرعب، وصوت يعدي من جنبي المرة التانية، صوت زي صوت كلاب أو صوت وحوش زي اللي بنشوفها في الأفلام في التلفزيون. لكن بعد شوية ظهرت عيون حمراء منورة بشدة في وسط الضلمة في الأوضة أو في الطرقة اللي أنا فيها دي. العيون الحمراء دي فضلت تقرب مني بكل قوة، وبعد شوية لقيت العيون الحمراء دي بتقرب مني واحدة واحدة. بقيت بكل خوف وفي كل هدوء مش عايز أخرج خوفي وأخرج مشاعري وأحسس إن أنا خلاص مرعوب جدا، رغم إن أنا مرعوب داخليا، بس مش عايز أظهر ده لأن أنا عارف إن لو أنا بينت خوفي هيحصل لي أسوأ من اللي أنا متوقعه. الأصوات فضلت جاية عليا واحدة واحدة، وحاسس إن أنا هتاكل وخلاص بيقرب عليا الوحش دوت ولا كذا وحش، لأن من كتر العيون ما كنتش عارف أعد كام واحد أصلا في الأوضة معايا. مرة واحدة الصوت اتكتم والعيون اختفت وما بقيتش شايف أي حاجة تماما. لكن بعد شوية بدأت أحس بتآكلات في جسمي، وبقيت أحس بتقطيع في جسمي، وبقيت عمال أنادي بأعلى صوتي الحقوني الحقوني، أنا عايز أخرج من هنا، أنا ما كنتش عايز أجي هنا، أنا إيه اللي جابني هنا، أنا مش عايز أبقى هنا معاكم تاني، الحقوني حد يلحقني حد يلحقني أنا هموت. فجأة كل الحاجات اللي كنت بحس بيها سكتت، وكل المناديات اللي أنا كنت عمال أناديها ما كانتش ولا فايدة. ومرة واحدة باب الطرقة دي اتفتح عليا ودخل منه نور أبيض شديد جدا. دخل من النور الأبيض ده ناس ماسكة سكاكين كتيرة أوي، عمالين يقتلوا في بعض يمين وشمال ويضربوا في بعض، ويضربوا في اللي قاعد ويضربوا في اللي واقف بالسكاكين، ويدبحوا في بعض هنا ويدبحوا في بعض هنا، والدم يطير هنا، وأنا في حالة رعب تامة مش عارف أعمل إيه ولا أخرج من الأوضة إزاي. ضلمة تامة في المكان، مش باين غير عيون حمرا حواليا، وكله عمال يقتل في كله. صوت صريخ، صوت سويت، صوت ناس بتقول الحقوني، صوت ذبح، صوت سكاكين، كأنك في وسط معركة دموية شديدة جدا لكن بين وحوش بشرية وشياطين. وانا بحاول اهرب من اللي هنا لقيت نفسي بقع من مبنى عالي جدا من على الارض، زي ما يكون وقعت من على شباك، ما اعرفش. وانا بقع لمحت ناس طايرة في السماء. ايوه، ناس طايرة في السماء،
جم منين الناس دي؟ هل دول شياطين برضو؟ بس شياطين ازاي؟ معرفش. لقيت نفسي قدام بيت اهلي وماسك في ايدي سكينة. السكينة دي منقوش عليها نقش العالم الموازي. اتأكدت ان انا لازم في الحالة دي اقتل اهلي علشان ارجع طبيعي. طب ازاي اقتل اهلي؟ ازاي اعمل كل ده؟ ازاي حد اصلا يجيله الجرأة يقتل اهله علشان هو يعيش؟ لازم اقتل اهلي علشان اعيش وارجع العالم الموازي علشان اموت هناك وبعد كده ارجع طبيعي تاني؟ طب ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. انا عقلي وقف، عقلي متشتت. انا هموت نفسي. وانا بتكلم نفسي في عقلي الباطن ظهر قدامي شخص غريب جدا. قال لي انت هتنفذ اللي احنا قلنا لك عليه. لو ما نفذتش اللي احنا قلنا لك عليه والاوامر المطلوبه منك دي هتموت موتة أبدية ومش هترجع تاني أبدا أبدا مهما عملت ومهما حاولت. طبعا دخلت البيت بتاع أهلي وماسك السكينة في إيديا. لقيت إخواتي جوه كلهم في شكلهم الطبيعي مش زي ما أنا شايف في العالم الموازي تماما، بس حسيت بإحساس غريب إن محدش شايفني ولا حد واخد باله مني، كأني مختفي أو شبه مختفي. لكن بالفعل حاولت أجرب إن أنا مختفي أو لأ. عديت قدامهم كذا مرة رايح جاي، محدش فيهم شافني ولا حد فيهم خد بالي أصلا إن أنا موجود. بقيت مستغرب، يعني أنا لسه في العالم الموازي؟ يعني أنا لو مت هعيش تاني، ولو مت هموت أبدا ومش هعيش تاني أبدا أبدا. طلعت على أوضة بابا فوق والدي وبفتح باب الأوضة بالراحة. خفت يحس بفتحة باب الأوضة. لقيته بيبصلي وبيضحك. قام وقف مرة واحدة وقال ياه أخيرا جيت. أنا كنت مستنى اللحظة دي من زمان أوي 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 أوي، يجي من 10 سنين. وقفت كده مصدوم. بقيت من كتر الصدمة مش عارف أقول إيه، يعني كلامي اتقطع ونفسي بيدب بسرعة وقلبي ضربات قلب سريعة. إزاي هم ما شافونيش وأنت شايفني؟ هو أنا إيه؟ أنا بيضحك عليا ولا أنا في إيه؟ ولا أنا بحلم ولا إيه؟ معرفش. قلت له بابا هو أنت شايفني؟ قال لي أنا بس اللي هشوفك في العالم ده كله، وانا استنيت سنين علشان اوصل للمكان اللي انا عايزه ده دلوقتي. خد مني السكينة بكل قوة وزقني ونازل على السلم بتاع الشقة يضحك بصوت عالي جدا مرعب جدا جدا. لقيته نازل وعايز يقتل في اهلي وعايز يقتل في امي وعايز يقتل في اخواتي وعايز يدبح فيهم كلهم. جريت وراه بقيت امسكه بكل قوة وهو يزقني هنا ويزقني هنا ويخبطني هنا ويعور فيا هنا والرعب في عينيه وعينه حمرا وعمال ينزل دم من عينه وشكله مش والدي خالص. من كتر قوته وزقه عليا انا وقعت على الارض، مبقتش قادر اعمل حاجه خالص، جسمي اتشل عن الحركه تماما. لقيته عمال يدبح في اخواتي ويدبح في امي ويذبحهم بكل قوه وبكل شراسه وبكل عدم ضمير، كأن مفيش قلب ان دول اهله وان دول ولاده وان دي مراته وان دي امي. وحتى يعني ازاي مهما كان طموحك ومهما كان حلمك ازاي تقتل في اهلك لسبيل حاجة انت عايز تعملها في المستقبل او حاجة عايز توصل لها؟ غريبة. فضلت واقف جسمي مشلول كأن حد مكتفني تماما على الارض. عايز اقوم احاول انقذ اي حد من اللي باقيين من اهلي، مش عارف. والدي عمال يدبح فيهم وعمال يقتل فيهم، وبعد ما قتل فيهم كلهم ودمهم سايح على الارض قدام عيني وانا في حالة ذهول شديد ورعب شديد، ببصله كده بكل حزن وبقول له انت ازاي كده؟ انت ازاي بتعمل ده؟ انت ايه؟ مش انسان؟ انت شيطان؟ انت ايه يا عم انت؟ يا عم انت بتعمل ايه؟ لقيته بيبصلي كده وبيضحك وبيقول لي اخيرا هوصل لحلمي وهوصل لكل اللي بخطط ليه من زمان. اخيرا بعد ما كنت فقدت الامل في كل ده، لكن كنت واثق في الاتفاق اللي بيني وبينه اللي انا في يوم من الايام هوصل للحلم بتاعي على سبيل اهلي وعلى سبيل ناسي وعلى سبيل كل اللي انا بحبهم. قلت له انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت قتلت وذبحت اخواتي وامي وكمان باين عليك هتذبحني انا كمان. انا مش عايز اموت، انا مش عايز اموت. رد عليه وقال لي انا السبب في موت اخواتك كلهم زمان. علشان اوصل للحظة دي واتفاقي مع الشيطان نجح في كل حاجة، وبعدتك عن البلد علشان الشك يبعد عن اي حد من البلد.
لكن ما كنتش عارف اعمل ايه في الطب الشرعي اللي قال ان كل اخواتك ماتوا بنفس طريقة الذبح. ايوه، نفس طريقة الذبح. انا اللي ذبحت اخواتك في هيئة شيطان. ده اتفاقي مع الشيطان ان اخواتك كلهم يتذبحوا واهلك كلهم يتذبحوا ويروحوا العالم الموازي ليهم ويرجعوا لي طبيعيين تاني واتبعهم تاني، وانت كان لازم تتذبح انت كمان، بس ما كانش في طريقة ابعدك عن البلد لان امك ما كانتش هتوافق. لكن لما جت كليتك بعيد انا كنت بقولك خليك هنا يا ابني وما تروحش بعيد من ورا قلبي، لكن انا من كل قلبي كنت عايزك تبعد عن البلد علشان انفذ خطتي واتبعك بعيد في العالم الموازي علشان احصل على كل اللي انا عايزه. ودلوقتي جه دورك انك تموت في العالم الطبيعي والموازي كمان علشان اكسب انا الجايزة وابقى محقق كل احلامي وابقى شيطان وجني واحقق كل حاجة ليا. بعد كده لقيته بيضحك بضحكة شريرة جدا، بقيت ممسوك من كل مكان وهو جاي عليا علشان يذبحني وانا كمان، لكن ما بقيتش عارف اعمل ايه. يعني انا كمان بقيت مصدوم من الكلام بتاعه، وازاي هو عمل كده وازاي الشيطان قدر يضحك عليه ويخليه يموت في اهله علشان يحقق حلمه، وازاي الانسان اصلا يمشي تبع الشيطان. ده لا، مش انسان طبيعي، مش مؤمن، مفيش اي حاجة خالص تدل ان انت طبيعي خالص. بعد كل ده لقيته قرب مني وجاي عليا عشان يذبحني انا كمان، لكن في لحظة بسيطة جدا ما تعديش نص ثانية، لكن بالنسبة لدماغي كانت أكتر من ساعات. افتكرت إني شفت كل ده في الوقت اللي أنا فقدت فيه الوعي. أيوة بالظبط، أنا شفت كل ده اللي أنا فقدت فيه الوعي، وشفت الحل كمان ليه. شفت إزاي أنقذ نفسي من الموقف ده وأنقذ اللي بيحصل ده من الحاجات دي كلها، وأنقذ أبويا وأنقذ أهلي اللي ماتوا وأنقذ كل ده وأعرف أرجعهم. أنا لو اتقتلت دلوقتي هرجع كمان مرة، لكن في العالم الطبيعي زي ما قالوا لي في العالم الموازي، وساعتها أقتل أبويا وأقتل الشيطان اللي ضحك عليه. وفعلا بعد التفكير ده وعرفت إن الحل اللي أنا أموت دلوقتي، لأن لو مت هرجع طبيعي، ولما أرجع طبيعي هنفذ خطتي إن أنا أقتل الشيطان ده. سلمت نفسي تماما واتقتلت فعلا، بس بعد لحظات رجعت طبيعي وعملت نفسي لسه مذبوح عشان اتفرج على اللي هيحصل. لقيت قدام عيوني ابويا بيتحول لجن كبير جدا او شيطان على حسب ما انا فاكر. قرونه بقت طويلة ومتنية لورا والقدام زي ما يكون قرنين في بعض، وجسمه كبير وضخم واحمر وبيطلع نار من جسمه، كل ما يضحك ويتكلم يطلع نار من بقه ودخان. الحالة شيطانية تماما تماما. ضحكته الشيطانية هزت قلبي، وفي اللحظة دي كنت أنا ماسك السكينة في إيدي اللي جايبها من العالم الموازي. قلت أنا لازم أذبح دلوقتي وقت الشيطان اللي قدامي ده. نطيت من مكاني على الأرض نطة واحدة، وصلت لقلبه رغم طوله ورغم جسمه ورغم قوته، وهو ما كانش واخد باله من كتر ما هو بيضحك ومبسوط إن أخيرا حقق أمله وإن هو هيبقى حاجة كبيرة جدا في العالم الشيطاني. ضربت السكينة في قلبه بكل قوة وبدأت أغرس فيها جامد وجامد لحد ما وقع على الأرض تماما في وسط صراخ جامد منه خلاني أفقد الوعي تماما، لكن في النهاية قتلته. بعد وقت طويل وغيبوبة طويلة فقت من الوقعة اللي أنا وقعتها على الأرض دي. أول ما فقت لقيت إن كل إخواتي حواليا موجودين وأمي كمان موجودة بيفوقوني من اللي أنا فيه ده، لكن كان عليهم أثار خدش بسيط وتعوير بسيطة وحاجات يعني خفيفة كده كأنهم واعين من حتة ولا حاجة. ولما سألتهم على أبويا اللي هو فين وإزاي مش موجود معاكم، قالوا لي إن هو مات محروق من 2 سنين. ساعتها يعني بقيت مستغرب، بقيت محروق من 2 سنين، يعني أنا الغيبوبة دي كمان خدت 2 سنين واللي فاتت خدت 1 سنة؟ طب هو اتحرق إزاي؟ افتكرت ان انا دبحته بالسكينة في قلبه وان هو كان شيطان ويمكن عشان شيطان فاتحرق. ساعتها طلعت اوضة ابويا اللي هو كان بيقعد فيها على طول وقافل عليها بمفتاح ومفيش حد بيخش الاوضة دي ابدا غيره ولا حتى امي، طبعا دي غير اوضتهم هم. لقيت بقى كتب كتير سحر وشعوذة وكتب سحر اسود وحاجات كده مواد بيعمل بها سحر وحاجات كتير قوي يعني.
جمعتهم كلهم في صندوق كبير ومسكتهم وطلعت بيهم على الترعة بتاعتنا في البلد، ولعت فيهم كلهم وتخلصت من أي حاجة فيها أرواح شريرة وأي أفكار شيطانية أبويا كان كاتبهم. ونزلت لأهلي تحت، حكيت لهم كل الحكاية تماما. ما كانوش مصدقيني وقالوا لي اختك ما ماتتش ومحدش مات وطلعوا أساسا فاقدين الذاكرة، لأن لما اتنقلوا من العالم الموازي للعالم الطبيعي تاني وبعدين للعالم الموازي مرة تانية ورجعوا بني آدمين طبيعيين تاني، فقدوا جزء كبير من ذاكرتهم. لكن أنا الوحيد اللي فاكر كل حاجة حصلت تماما، ولو حكيت لحد محدش هيصدقني، لأن مش كله مر بنفس الظروف ومش كله عدى بكل حاجة أنا مريت بيها. بعد عدة أيام قررت إن أنا أنقل جامعتي من القاهرة وإن أنا أخش أي جامعة تانية في بني سويف، سواء تجارة سواء أي حاجة مش مهم. ولما دخلت الجامعة قررت ما أكونش أي صحاب، وقررت ما أمشيش في أي سكة، وقررت أبقى في حالي فعلا تماما. ولما لقيت إن حياتي بدأت ترجع طبيعية اتأكدت إن فعلا مفيش عالم موازي تاني للأبد، وإن خلاص كده حياتي هتبقى سليمة تماما 100%. أنصحكم إن انتم ما تفكروش تكونوا صحاب، ما تفكروش تكونوا صحاب سيئين، مش صحاب بس. ما تفكروش إن انتم في مرة تلجأوا للعالم والسحر الأسود والعالم الشيطاني. محدش يفكر في العالم الموازي، لأن ده موضوع صعب جدا جدا. اللي عايز يدخل العالم ده يستحمل اللي هيحصل، لكن كنصيحة مني ما تحاولش. شكرا لكم على استماعكم للقصة، وإن شاء الله هنزل لكم قصص تانية وروايات تانية وعلى حسب يعني اللي انتوا عايزينه. شكرا. كان معكم خالد وليد. السلام.